مرحبا، كيفكن؟ اليوم بدي أعمل كبة بالصينية. أكلة سورية معروفة كتير وطيبة كتير، يعني أنا بالنسبة لعائلتي بيحبوها أكتر من الكبة المقلية، وأنا بالنسبة إلي بحسها شغلة أسهل شوي، إنه ما في قلي وطرطشة زيت وكبكبة وهيك، فبحسها إنه أهون شوي. فاليوم حأعطيكم المقادير بالضبط كيف ما بعملها أنا، وفي شوية تركات يمكن أنتم بتعرفون اوريدي، بس إنه أنا للي ما بيعرف. هلا أول شي بالنسبة للجلدة أو يعني العجينة من برا. هلا أنا زمان كنا عند أهلي نعملها بلحمة عجل أو لحمة بقر تكون ما فيها دهنة. بعدين صرت شوف إنه حد يعني من قرايبيني ناس وكذا بيعملوها بصدور الدجاج، فبتطلع بصراحة نفس الطعم تماما، بس تكون العجينة ماسكة أكتر، يعني خاصة الكبة المقلية بتكون كتير أسهل للكبكبة، وكتير العجينة هيك ما بتفرط. فبدنا البرغل الناعم، بدنا 3 كاسات برغل ناعم. بدهم 400 جرام صدر دجاج، وبدنا بصلة تقريبا كبيرة، ماشي، وبدنا ملح وفلفل وكمون. هي للعجينة. هلا الحشوة بدنا 3 كاسات برغل بدهم نص كيلو لحمة، وتقريبا بصلتين هيك هدول صغار او وسط. هلا بالنهاية المقادير يعني للحشوة فيكن كمان، يعني بده يحط اقل يحط اكتر كمان، يعني هي راحتكم. بدها كمان ملح وفلفل وشوية كمون، وفي ناس بتحط مثلا صنوبر او جوز. هلا انا لانه اولادي صغار فما بيحبوا انه ياكلوا الشي يحسوا عم يقرط يعني، فما بحط الا بالحشوة انا، الا طبعا اذا عندي عزيمة او شي، بس انه بالعادة لا ما بحط. فحبلش اشتغل فيها واورجيكم كيف بعملها. هلا اول شي رح بلش بالعجينة. هلا رح احط 3 كاسات برغل ناعم. هلا فيكم تعملوا مخلط اسمر وابيض، بس انا ما عندي غير الاشقر يعني. راح احط لهم 3 كاسات مي بارده واتركهم نص ساعه ينتقعوا. هلا اذا بدكم تعملوها على ايدكم اللي ما عنده ماكينه كبه، بنقعوها بمي مغليه، يعني 3 كاسات مي مغليه، فبتصير طريه معه. هلا انا حطيت اللحمه. هلا بدي احط كمون معلقه صغيره، تمام، وفلفل اسود تقريبا، يعني تقريبا معلقه صغيره كمان، او معلقه ونص. الفلفل طيب فيها. هاي البرغل صار له نص ساعة غب كل المي وصار طري. هلا بدي اطحنه بالماكينة على الشفرة الناعمة مع البصل والصدور. هلا هون بعد ما طحنته بالماكينة راح اضيف الكمون معلقة صغيرة، وفلفل تقريبا كان معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة ملح. هلا قسمت العجينة لقسمين مشان اعمل الطبقة التحتانية والطبقة الفوقانية. حطيت مشمع نايلوني من تحت ونايلوني فوقه، وبلش بفردها مشان بدي انا تعطيني تقريبا سماكة اقل من نص سنتي. شايفين قديش السماكة؟ هلا الشغلة الكتير مهمة انه ادهن الصينية منيح بسمنة مشان تطلع الكبة بالصينية تطلع هيك طرية مانا ناشفة. هلا بعد ما دهنتها بحط الطبقة الاولى، وبحاول طالع الحواف شوي لفوق مشان تعطيني بس حفة هيك شوي بسيطة، مشان الحشوة ما تطلع لبرا. هلا هون بلشت تحط الحشوة. انتو بتحطوا الكمية اللي بدكن اياها، هذا بيرجع لإلكن يعني. برجع بحط الطبقة الفوقانية بعد ما فردتها بنفس الطريقة، وبحاول اسكر الحواف هيك منيح. برجع بدهن من فوق كمان سمنة، وكمان هاي كتير مهمة مشان تطلع معكم كمان طرية. هلأ تقسيمة الكبة أول شي بقسمها مثل البيتزا، ماشي، مثلثات. بعدين بعمل خطوط موازية لهذا، يعني بهذا المثلث خطوط موازية لأحد الأضلاع. بعدين من الحافة الفوقانية من كل نهاية خط باخد كمان خطوط موازية للضلع التاني. هلا هيك صارت جاهزة. بحطها على الرف التحتاني من الفرن مشغل من تحت على حرارة 200. هلا هيك صارت جاهزة. أخذت تماما نص ساعة. رجعت كمان يعني من فوق حمرتها تقريبا 5 دقايق بس. بتمنى تجربوا هاي الأكلة، كتير 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 طيبة، ورح تدعولي عليها. وإذا عجبكم الفيديو بس اشتركوا بالقناة وحطولي لايك.